اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. في الفتره الاخيره اشتريت لاب، واللاب ده محتاج شويه اكسسوارات، فانا اشتريت الاكسسوارات دي وحابب اشارك تجربتي معكم. المهم عشان ما اطولش عليكم نشوف ايه الحاجات. اول حاجه هنبدا بيها الشنطه عشان نوسع مكان شويه. الشنطه دي شنطه لاب معاك لحد 19 بوصه، ودي سعرها 100 جنيه على امازون. دي الشنطه ودي خامتها، وفي رسومات كتيرة هتجدها على امازون برضو. ممكن سعرها يتراوح من 100 ل 120 بالكتير. ده الحزام بتاعها، ودي شنطة صغيرة معاها للماوس، طبعا هتشيل الماوس مرتاح. ندخل في الحاجة اللي وراها. طبعا انت في بدايل، يعني المعدات دي او الاكسسوارات دي محتاجة شنطة اكبر، اشتري شنطة اكبر، لكن انا بوضح لك الثوابت اللي ممكن تحتاجها او ما كانتش في دماغك انت بتشتري لاب او لو عندك لاب. يعني دي اول حاجة شنطة. تاني حاجة البادة، معاك بادة ب20 جنيه، ب5 جنيه، ب50 جنيه، ب100 جنيه. فالبادة دي برضو ضرورية عشان الماوس. طبعا انا بوضح ليك انك تشتري بادة، لكن ما وضحتش الموديل. فانا حاليا معايا موديل، مثلا هوضح ده من بلادي، وده الموديل. دي بادة كاملة بحيث تحط عليها الماوس والكيبورد الاتنين مع بعض، طبعا مضيئة وفيها اضاءة، وانا عامل لها فيديو سابقا فمش هشرحها. فانت محتاج شنطة وبادة. ندخل في اللي وراه. اللي وراه مروحة. المروحة دي انا عامل لها فيديو خاص، لكن برضو لازم نوضح ان اللاب محتاج مروحة، خصوصا لو انت بتلعب او بتشتغل كتير. المروحة دي سعرها 339 جنيه على امازون، ودي فيها 2 مروحة معاك لحد 17 بوصة. موديلها كي ال 330. طبعا انا بتكلم بسرعة وبحاول اوفر وقت، لان انا عامل لها فيديو سابق. يعني المروحة دي عامل لها فيديو، والكيبورد والماوس ده عامل لهم كمان فيديو، وفي مروحتين تاني برضه عامل لهم فيديوهات تقدر تشوفوهم في القناة. دي المروحة خامتها حلوة، دي سعرها 340 جنيه بالكتير، يعني اقل من 350 جنيه. هنا معدن، هنا بلاستيك، فيها مروحتين، هنا في يو اس بي، هنا تشغيلها هنا، وحاطط لك مدخل اضافي بحيث لو حابب تحط حاجة تاني مثلا ماوس كيبورد ايا كان بقى. طبعا اضاءتها زرقاء، وتجد الفيديو بتاعها في القناة طبعا. ندخل في اللي وراها. دي الكيبورد والماوس. ممكن طبعا تجد يعني حاجات ارخص. دول سعرهم 799 جنيه من اي فور تك، بضمان كمبيوتر ساينس، يعني منتج اصلي. موديل 3330 ان. في موديل اعلى اللي هو ان اس تقريبا، هتجد ان الماوس الكليك صامت، انما هنا ده بصوت. لو عايز الصامت هتشتري الموديل الاعلى. الموديل الاعلى بيكون ب 850 جنيه، دي ب 800. طبعا الماوس انا يعني دي خيارات انا اشتريتها، انت تقدر تشتري ماوس فيه 77 جنيه ماوس لاسلكي والدنيا تمام يعني. بس انا لاسلكي لانه ايه، هيكون اسهل لي بدون اسلاك وبدون زحمه. فالاتنين دول لاسلكي اهو. ده الريسيفر اللي بتركبه في اللاب، صغير خالص، عارف واضح ولا لا؟ الريسيفر. وهنا دي 1200 دي بي اي، يعني هي ما فيهاش مميزات كتير، بس يعني انا برضه عامل لها فيديو بحيث لو حابب تشوف التفاصيل برضه، عشان ايه ما اطولش عليكم. ندخل في اللي وراه. اكيد اللاب محتاج كهرباء، والكهرباء ساعات انت عايز تشحن الموبايل برضه، محتاج اي حاجة. فده افضل حاجة، حجمه صغير وسهل الحمل، من شركة ايلوك، اسمه ايلوك ميني. ده في منه موديل السلك بتاعه 1.5 متر، وفي موديل 3 متر. ده ال3 متر. ال1.5 متر سعره حوالي 110 115. ده ال3 متر اطول بكتير، بحيث لو انت في مكان الفيشة بعيدة. ده 3 متر بحوالي 150 جنيه 155 في الرينج ده، يعني حسب المكان هتشتري منه والموقع. طبعا في اضاءة مدمجة، في حزام في الكرو اللي هو يعني تربط بيه السلك اللي هو ده. قاب الزاوية هنا يعني بيبقى كده مايل في الفيشة، الفيشة بتاعته مايلة يعني. لاصق ثنائي الوجه، تقدر تلصقها على اي حيطة. وهنا في ايه 3 مداخل،
والسلك بتاعه 3 متر. نشوف ايه مكتوب هنا. ضمان 10 سنين ضد عيوب الصناعة، بلاستيك مقاوم للحريق، سدادات امان ضد عبث الاطفال، يمكن تعليقه بالحزام او اللاصق ثنائي الوجه. بصراحة جميل. 10 امبير، 250 فولت، 2500 واط، يعني استعمل معاك اللاب مرتاح. نشوف اخر حاجة معانا. طبعا الكلام ده كله انت اللاب في لابات فيها مدخل واحد، مدخلين، 3. انت شايف ده محتاج مدخل وده محتاج مدخل، ولو دي بتنور اللي هي مش العادية ام 20 جنيه و30 جنيه محتاجة مدخل، فاهمني؟ ولو فلاشة قصدي محتاجة مدخل، ولو هارد محتاجة مدخل، يعني حوار. لو سماعة برضو محتاجة مدخل، فحوار. فانا اشتريت ايه؟ موزع USB اللي هو الهب. مش عارف نطقتها صح ولا غلط. ده من شركة يو جرين. انا اللي اشتريت الموديل ده. وايه سعره؟ سعره حوالي 500 جنيه، 538. المفروض ان هو اصلي، يعني اللزجة دي بتاعت الضمان. انا ليه اشتريت الموديل ده؟ الموديل ده فيه 4، يعني فيه 4 بورت، وكمان 3.0 يعني 3.2 سوري 3.2. فسريع جدا، بيوصل معاك السرعة لحد 5 جيجا في الثانية، 5 جيجا بايت في الثانية. في مدخل اضافي USB تايب سي، بحيث لو انت بتركب هارد ومع الهارد ده محتاج باور اضافي عشان يشتغل، في هنا مدخل تاني تركب فيه شاحن USB بحيث يدخل طاقة اضافية تشغل الهارد الخارجي. لان انا بالنسبة لي ليه اخترت الموديل ده؟ لاني معايا هاردات خارجية، لاني مصور اصلا، يعني مصور فيديوهات ومصور دعاية ومصور افراح وهكذا. فانا بستخدم هاردات كتير. فمثلا معايا هارد 5 تيرا، انا كنت بركبه على وصلتين عشان ياخد طاقة، يعني بيدخل في مدخلين، يا اما محتاج اللي هو يعني باور خارجي. فهنا بالنسبة لي في مدخل اضافي بحيث USB تايب سي باور سبلاي بورد، اللي هو في مدخل اضافي في امداد للطاقة. نفتح مع بعض. صراحة الشركة دي محترمة جدا، عاملة شغل فاخر من الاخر الفترة الاخيرة، وانت اكيد محتاجه. يعني عايز اوضح لك ان انت شايف كمية حاجات هتوصلها. بس خامته بصراحة تحسها خفيفة شوية او خفيفة شوية ايا كان اللهجة. يعني الخامة هنا، سامعين الصوت؟ مش عارف هل الخامة دي عالية ولا هو كده طبيعي. ده المدخل الإضافي بتاع الطاقة، وهنا في 4 USB 3.2. المهم دي الحاجات يعني اللي أنا اشتريتها لللاب. نراجعها مع بعض في السريع. ماوس وكيبورد تقدر تشتري حسب الميزانية بتاعتك. ممكن الماوس ب77 جنيه، ممكن ب1000 جنيه. الكيبورد نفس الوضع، عايز ميكانيكال، عايز عادية، عايز الكومبو ده اللي هو الماوس مع الكيبورد اللي يناسبك. محتاج طبعا الكهرباء، حاجة امان وقوية ونوع كويس عشان تحافظ على الكهرباء مستقرة. ده طبعا من اي لوك، ودي شركة محترمة جدا. ودي النسخة الميني، يعني مش هتعمل لك زحمة في اي مكان ولا زحمة في الشنطة. طبعا ده 3 متر، ممكن تشتري المتر ونص هيكون اصغر شوية. مروحة، معاك مراوح. دي انا شايفها مناسبة للسعر، دي 340 جنيه. فيها 2 مروحة معاك لحد 17 بوصة، واداها ممتاز جدا. المروحتين كبار. في مروحتين تاني في القناة، واحدة سعرها حوالي 500 جنيه والتانية سعرها حوالي اقل من 600 جنيه. تقدر تشوفهم برضو في القناة. دي البادة، دي بادة جيمنج، يعني فيها اضاءة في الجنب مفروض يعني، ونجربها وشغل عالي، بس انا عامل عنها فيديو سابقا.
دي ممكن تحط عليها الكيبورد والماوس وكل اللي انت عايزه وتعيش اللحظة. بس دي يعني في البيت، يعني ما اعتقدش التنقل هتكون لطيفة. انت تشتري لك واحدة من 20 جنيه 30 100 يا سيدي وخليها في الشنطة. شنطة طبعا دي ارخص شنطة تقدر تشتريها لو مش بتطلع كتير. تقدر تحط اللاب فيها وتخليه في البيت عشان تحفظه من الاتربة او الصدمات او حد يلعب فيه. لكن برضو لو بتطلع في الخارج تشتري لك شنطة كبيرة، شنطة ظهر. في شنط محترمة جدا. انا عن نفسي معايا شنطة من اتش بي، مش عارف السعر في امازون حوالي 1000 جنيه او 1200. برضه هعمل لها فيديو زمان. المهم ده فيديو كده سريع، ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، لان طبعا الحياة دي كلها خاصة بيا، فاكيد تجربتي معاهم شخصية. فلو حد عنده اي سؤال بخصوصهم او خصوص حاجة تاني يسألني في التعليقات وانا هحاول اساعده. وبكده الفيديو انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.